يا مساء الورد والفل والياسمين والطاقة الإيجابية على أحلى صحاب في الدنيا. عاملين إيه يا بنات؟ يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال. وحشتوني قوي من آخر فيديو. النهاردة فيديو جديد كده، عايزين نكمل يا جماعة اللي احنا بدأناه ومتعطلين عشانه. فإن شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون كده خفيف على قلبك. تعالوا بقى نبدأ كده على طول الفيديو ونشوف هنعمل إيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كده طبعا أنا كنت عاملة معاكم تنظيفات الشتاء يعني للبيت كله. في الفيديو قبل كده يعني مش فاكره كان انهي فيديو، كنت عامله معاكم يعني شويه حاجات كده في الريسبشن، وابتديت ان انا اشيل يعني السجاد، الستاير، المفروشات عشان تتغسل وتبقى نظيفه، عشان اللحظه اللي انتوا هتشوفوها في الاخر يعني ان انا اكون مخلصه البيت ومنضفاه وافرش بقى كده كل حاجه على نظافه. فيا جماعه انا كان فاضل لي ريسبشن، يعني تقريبا هو كان محتاج تنظيفه عميقه كده. فانا بقى ابتديت في اليوم دوت ان انا اشتغل فيه، وابدا انضفه وافرشه عشان نحس كده بالدفى. يعني هتحسوا ان انا متاخره شويه، بس عايزه اقول لكم ان طبعا الناس اللي كانت عارفه او اللي شافت الفيديو اللي فات، والله انا كنت تعبانه قوي، واخده دور برد وحش جدا جدا. فبجد ربنا يخليكم ليا وتسلموا لي على سؤالكم وكلامكم الحلو ليا في الكومنتات. مهما اشكركم مش عارفه اشكركم ازاي بصراحه، يعني على الكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه لي في الكومنتات. ربنا يا رب كده يكرمكم ويكبر بخاطركم كده زي ما بتكبروا بخاطري دايما في الكومنتات الحلوه. هتعملي ايه يا نغم النهارده؟ بصوا يا جماعه انا عايزه افرش الريسبشن معاكم وانضفه كده معاكم واظبطه. طيب بصوا بنبدا كده بالتنظيفات بتاعتنا زي ما احنا متعودين، وزي كلنا ستات بيوت شاطرين في بيوتنا كده. ان احنا بنبدأ نرتب ونروق ونبدأ نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة والكركبة، ونتخلص من الحاجات اللي عاملة لنا زحمة. ونبدأ كده نفضي أوضة أوضة، مثلا زي ما احنا متعودين كده نعمل التنظيفات العميقة اللي احنا دايما بنحب نعملها. يعني بتسهل علينا عموما، يعني سواء تنظيفات عيد رمضان. يعني هو تنظيف مش هنعتبره ان هو مربوط بحاجة معينة، لان احنا في العادي يعني ربنا يخلي ولادنا ودايما بيبهدلوا. طبيعي ان احنا دايما بنروق البيت على طول وبننضف وكده، بس تحس ان كده في حاجات ليها رونق كده تاني. فالمهم انا كنت شايله السجاد والستاير عشان طبعا بيروح المغسله، فبياخد مثلا يومين ولا حاجه عقبال ما بيجيلي. فوديته كل حاجه، وبعدين شلت بقى الستاير والكفرات بتاعه المخدات عشان تتغسل. وقلت بقى ابدا ان انا انضف الريسبشن. ما عملتوش طبعا على يوم واحد، يعني انا في يوم شلت الحاجات دي كلها، وابتديت بقى طبعا انا اغسل فيهم مع نفسي. وكمان عملت معاكم في اليوم دوت اللي هو الترويق، يعني ابتديت ان انا اروق واكنس، ازعف كده الحيطان، لو في التراب اللي على الشباك، الحاجات اللي هي خارجيه كده من بره يعتبر. ابتديت ان انا اروق، يعني بحيث ان الريسبشن عندي يبقى فاضي، يبقى سهل بالنسبه لي ان انا انضف امسح المع الموضوع يبقى سهل. حبيت يعني ان انا اتخلص من كل الاتربه اللي بتبقى موجوده، بحيث ان انا لما اجي انضف او اجي المع يبقى الموضوع سهل بالنسبه لي. يعني الموضوع يعني ما ينفعش كله في يوم واحد، حتى جسديا انا مش هقدر. طبعا انتوا عارفين الوقت اصلا في يوم الدراسه بيكون صعب جدا، يعني الوقت بيجري بسرعه، وانتوا عارفين اليوم يعني بالشفت ومع اياد طبعا والمدرسه وعلى طول عندنا بقى امتحانات وكويز يعني مش عارفه في ايه بصراحه. فما بنخلصش من الهوم ورك، فعشان كده قلت بقى يعني حاجه حاجه كده، حتى لو قعدت في الاوضه يومين 3 انا ما عنديش مشكله. المهم ان انا اعمل حاجه واحده واحده، وفي نفس الوقت ما اقصرش في بقيه الحاجات التانية اللي بنعملها في البيت، يعني اكل، غسيل، لو في اطفال زي ابني كده لسه طفل بيرضع وليه متطلباته كده. فيعني بحاول كده ان احنا نهندل الموضوع بين الشغل عموما، لو انت بتشتغلي بره البيت او مثلا بتشتغلي جوه البيت، يعني كله شغل في الاخر. فربنا يعيننا ويعين عليه. فعشان كده قلت لا خلاص انا هعمل حاجه حاجه كده، المهم ان انا اخلص واروق البيت تنظيف عميق. والله يا جماعه عايزه اقول لكم طبعا انا عامله الحاجات دي بقالي شويه يعني، بس عايزه اقول لكم ان انا مرتاحه الفتره ديت. عارفه اللي هو انتوا الموضوع بقى بالنسبه لي الدنيا هاديه، البيت نضيف. الحمد لله، يعني ربنا يعمل بيوتنا دايما كده، ويبقى البيت دايما كلها هاديه كده وفيها روقان وراحه بال.
فمرتاحة الفترة ديّة. طبعًا بعد ما خلّصت التنضيفات دي كده عييت، وجالي بقى الدور البرد الوحش وقعدت أسبوع كده تعبانة، بس خلاص يعني حتى الواحد وهو تعبان مش شايل هَم حاجة. الموضوع الحمد لله كان أفضل بالنسبة لي، خصوصًا كمان يا جماعة إن إحنا لمّا بنبقى تعبانين، خصوصًا إن إحنا الأساس في البيت، أنتِ كسِت بيت أنتِ العمود بتاع البيت، أنتِ كل حاجة متوقّفة عليكِ، أكل، شرب، غسيل، أطفال، مذاكرة، مروح، مشاوير، كل حاجة بتبقى متوقّفة عليكِ أنتِ، وأنتِ شايلة البيت كلّه. فلمّا بييجي بقى كل الكلام ده على بعض وفي وقت تعب إحنا بنبقى على آخرنا أصلًا مش مستحملين، زعلانين إن إحنا مش قادرين نقوم بالمهام اللي المفروض نقوم بيها، ما نحس في لحظة كده إن إحنا قصّرنا في حاجة، فده بييجي علينا بيأثّر على نفسيتنا، فبالتالي بيطلع على اللي حوالينا وبيطلع عليهم هم. فيعني الحمد لله لمّا كان البيت طبعًا في الفترة اللي أنا تعبانة فيها ده نضيف، فده بصراحة بالنسبة لي كان الحمد لله أحسن يعني. كانت حاجات بسيطة جدًا اللي باعملها في يومي وخلاص. فعشان كده باقول التنظيفات طبعًا ممكن بتتعب شوية، بس بتريّح فترة يعني. المهم يا جماعة أول حاجة بدأت فيها في الreception زي ما أنتم شايفين كده، إن أنا كنت عايزة أنضّف الكنب، الفرش بتاعه، فخدت كده sheet بتاع ألواح اللي هي التنضيف ديّة بتاعة greenway، باحطها في مَيّة سخنة وبالفوطة بتاعة المفروشات الgloves يعني اللي أنا كنت لابساه ده، ونضّفت. قُلت أبدأ بالكنب الأول عشان يكون نشف خالص عقبال ما أخلّص، تمام. بس خلّصت الكنب الأول كلّه، نضّفته تنضيفة عميقة جدًا. طبعًا أنا كنت قبليها أمّا جيت فضّيت الreception عملت الكلام ده يعني شِلت كل الأتربة اللي موجودة على الكنب، يعني كنت يعني شِبه منضّفة نُص تنضيف، فاهمينّي كده؟ بس فخلّصت وبعد كده قُلت بقى أنضّف الجزامة. أنا الreception زي ما أنتم شايفين ما فيهوش حاجة غير الأنتريه وترابيزة السفرة والنيش والجزامة بس. فكنت مفضية كل حاجة، والحاجات اللي أنا باحطها في الreception أنا كنت شايلاها طبعًا في الطرقة لحد ما أخلّص خالص، خالص. الكفرات يعني والمخدات والحاجات ديّة والسجاد كنت حاطاه في الطرقة لحد ما أخلّص. فالمهم عملت إيه بقى، كنت عايزة أنضّف الحاجات اللي الداخلية، عشان كده عملت الجزامة وروّقتها، شِلت الحاجات اللي مش بتتلبس، الحاجات اللي فيها قطع، الحاجات دي أنتم عارفين عملت جرد كده للأحذية رتّبتها ونضّفتها وأدراج يعني الحمد لله خلصت كده منها. وكنت عايزة بقى إن أنا أعمل النيش. بُصّوا بقى لي كتير جدًا، جدًا ما عملتش النيش. عارفين الحاجات اللي هي تقيلة أوي ورخمة، مع إنه هو مش مليان أوي، أنا مش حاطة حاجات كتير فيه، يعني أنا من ساعة ما اتجوزت هو ده النيش بتاعي بحاجته، مش حاطة حاجات كتير، يعني باستخدم الحاجة اللي أنا عايزاها سواء فناجين، الحاجات اللي هي كاسات، الأطباق لمّا بيكون عندي عزومة باطلّعها الحاجات دي، فهو مش مليان أوي يعني. ما باحبش الحاجات اللي هي تبقى عارفين متكربسة كده وفوق بعض. فكنت عايزة إن أنا أنضّفه. قبل ما كنت أجيب غسالة الأطباق كنت باعمل إيه، كنت باجيب المَيّة باجيب يعني طبقين مَيّة، واحد فيه صابون وواحد فيه مَيّة نضيفة، تمام. كنت باحط على السفرة، وكنت أطلّع الحاجة من على النيش أغسلها في الطبق وأشطفها في طبق تاني، وكنت بافرش يعني كده مفرش وملاية وأصفّي عليه، بحيث إن هو يبقى نضيف ومتصفّي وكده، أو أرص كل حاجة بعد ما أخلّص على طول. فأنا بصراحة استسهلت إني أنا مش قادرة إن أنا أغسل وأجيب الكلام ده، فقُلت خلاص أنا كده شغالة في الreception وكده بانضّف، ففي وقت أصلًا أنا مشغولة فيه، فخلاص أنا هاحط النيش كلّه في الغسالة بصراحة. عملت كده، بقيت أفضّي الأطباق والكاسات، كل حاجة غسلتها، كل اللي في النيش غسلته يعني خدوا 3 دورات، بس أنا بقى عملت إيه، في دورة كده سريعة في غسالة الأطباق بتبقى نُص ساعة، فعملتها هي برضه بتبقى سخنة ومَيّة سخنة ومسحوق وكل حاجة، بس بتبقى سريعة اللي هي حاجات أنتِ مش ما فيهاش دهون، ما فيهاش حاجات لازقة كده. فهو أصلًا كل اللي موجود فيه هو شوية تراب، اللي هُم مثلًا بيخشوا زي ما أنتم حتى شُفتوا وأنا باشيل المفارش من النيش، كان في تراب إزاي، فعشان كده شِلت المفارش تتغسل، وقُلت أغسل كده الحاجات اللي أنتم شايفينها في النيش دي، يعني بقيت أحط الحاجة في الغسالة، واللي تطلع أحطه على جنب لحد ما أحط يعني مواعين تاني من النيش، وفي نفس الوقت أنا كده شغالة برّه. بصراحة كان يوم مرهق جدًا بالنسبة لي، بس الحمد لله يعني خلّصته على خير.
فابتديت بقى ان انا خلصت الكلام ده وشغاله الغساله، وفي نفس الوقت انا شغاله في ريسبشن. يعني انا والله قلت لا مش هكسل، وواحده واحده كده يعني هخلص براحتي خالص خالص. فالمهم هنا كنت خلاص فضيت النيش خالص زي ما انتوا شفتوا كده، وبدات كمان ألمع النجف، الحاجات بقى اللي متعلقة كده فوق، ألمعها وانضفها. استخدمت الفوطة اللي هي بتاعة التراب بتاعة جرين ويب. أهم حاجة الفوط ديت لما تجيبوها لو عايزين تجوها يعني لازم تتغسل بمية سخنة عشان تفتح المسام بتاعتها، وتبدأ ان انتي تشتغلي بيها يعني، فتنضف معاكي كويس. حتى ابتديت ناخد الألواح ديت والصابونة بتاعتها عشان تسهل شوية عليا التنظيف، والحاجة تبقى نظيفة. يعني حتى تلاقوني حتى في الفيديو ما استخدمتش اي مواد خالص كيماويه ولا اي حاجه خالص، ولا جلانس ولا بليدج ولا اي خلطات من الحاجات اللي بعملها دي عشان انضف بيها او المع ولا اي حاجه. هلمع كده النجف وخلصت الحمد لله. هنا كانت خلاص المفروشات بتاعه النيش غسلتها، فقلت كده لسه قدامنا شويه وقت الفرش، اسيبهم بقى على الحبل كده يتهووا في شويه هوا كده حلوين. يعني ما كملوش ساعه، قلت قبل ما اخلص يعني شويه كده الحاجات اللي بتتغسل ديت تكون هما نشفوا وهكويهم، فمش هحتاج يعني حاجه تانية. اهم حاجه يبقوا نضاف عشان افرشهم كده في النيش ويبقى برونق ويرجع كده نيش العروسه، فاهميني؟ المهم هبدا بقى يعني المعه. طبعا شايفين التراب عامل ازاي على الازاز، وبصوا في كسل كده فظيع كان في النيش ده، وكنت كل ما ابص له لا لا انا مش عايزاك، انا مش عارفه ليه انا كارهه النيش، مش مع ان اصلا النيش بتاعي اصلا هو بسيط جدا زي ما انتم شايفين، ما فيهوش اي تفاصيل ولا حاجات بارزه ولا اي حاجه خالص، يعني سيمبل جدا. فكنت عماله اقول اخلص منك وابيعك، ولا اعملك بوفيه، ولا اعمل فيك ولا احول لك بالظبط. يعني كنت متضايقه كده منه. فعماله كل ما يقول لي شيلي نيش وشيل الحاجه اللي في النيش واغسلها وارصها، لا 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 خليه لما ابقى اخلص منه ولا اعمل في اي حاجه وبعدين ابقى اشيل، مش لازم، مش مستاهله يعني انا اتعب نفسي. لكن في الحاله دي انا قلت كده انا كده بنضف وتنظيفات عميقه، يعني ما جاتش على النيش. يعني عماله انضف في البيت وحنتف فيه واظبط والمع وافرش وبتاع، جت على النيش واخلي في تراب. يعني طالما طلبت معانا نظافه يبقى ننضف بقى يا جماعه، بنعمل بضمير. فالضمير زي ما انتم شايفين اشتغل، جه على دماغي في الاخر بس مش مشكله. المهم هنا بلمع النيش. طبعا ايودا مش سايبني في حالي، بس هو اكتشف النيش ده لسه مكتشفه من ساعه ما فرشته، كل شويه يروح يفتح النيش ويقفله تاني، يفتح النيش ويقفله تاني. فاللي هو ما بيصدق يلاقي حاجه يفتح ويقفل فيها، يا اي حاجه تقابله. بصوا الذره في المطبخ بلاقيها في الارض، التسريحه بتاعتي يوميا بتتلم 100 مره من الارض. ما يليش حاجه يفتح الادراج يفضيها، يفتح دولابي، مش عارفه مش اشمعنى دولابي انا في النص لازم يفتح الارفف ويفضي الحاجه اللي في الارفف. يعني هو اي حاجه يطلعها كده، ما اعرفش هو هوايه تقريبا او هو ده اللي شغله، او تقريبا عشان يعني مش بيتفرج على كرتون مش مشغول بحاجه غير ان هو يدمر في البيت. بس انا حتى بقول عليه المدمر الصغير بتاعي. ربنا يحميه يا رب، يحمي ولادنا كلهم يعيشوا ويبهدلوا ويدمروا يعملوا هم عايزينه يا رب. المهم كنت كل شويه طبعا بدخله عشان الميه والحاجات اللي انا بعملها دي ما تجيش عليه. فكان بيطلع لي تاني كل ما يزهق ويزهق منهم من اخته يقوم جاي لي تاني. المهم يا جماعه هبدا بقى كده. اخر حاجه حبيت ان انا انضفها كان الشباك، عشان خلاص دي بقى بفوطه التنظيف اللي هي بتاعه التراب، بلم بقى بيها الشباك. بصوا لمعته ونضفته الحمد لله نضيف حلوه كده، وابتديت اشيل كل الحاجات اللي في المجرى. اخر حاجه بعملها بقى السلك اللي هو عشان طبعا بيبقى مليان تراب. الفوطه بقى بتسحب بتلم كل التراب ده، بس حتى ولا في عفر ولا اي حاجه جت عليا وانا شغاله. على طول لمعت كده الشباك. بصراحه كنت عايزه المعه من بره وانضفه، بس بصراحه انا خفت، يعني الشباك ده عالي والجو متاخر، فما كنتش قادره بصراحه ان انا اعمله من بره، فعملته بس من جوه زي ما انتم شايفين. هنا بقى كنت بوريكم خلاص كل حاجة اتغسلت في النيش، كل حاجة الحمد لله غسلتها. وهنا كمان المفارش كانت نشفت، رحت كويتها طبعا، لان المفارش دي بقى عيبها لما بتتغسل تحس ان هي ما تعرفوش بتتكرمش، بتبقى شكلها وحش جدا. فبحب ان انا اكويها كده عشان يبقى شكلها حلو وهي مفروشة. فهبدأ بقى افرش النيش،
واحط رص الحاجه كده معاكم. وفي نفس الوقت انتوا كمان لو عايزين تاخدوا افكار من الرص النيش او عايزه تغيري من شكل ترتيب الضرفه بتاعتك او الرف. هو اي نعم طبعا كل واحده النيش بتاعها مختلف لو انت عامله نيش يعني. بس في الاخر المضمون واحد، هو رف والحاجه محطوطه عليه بس. فالمهم محدش بقى يا جماعه يتريق، انا بقول لكم اهو ماشي سامعيني، محدش يتريق على الصيني بتاعي ولا الحاجه بتاعتي. تمام، الحاجات دي كلها جايباها من جهازي من جواز يعني. انا متجوزه بقالي 8 سنين، السنه الثامنه ان شاء الله، ان شاء الله العمر كله مع بعض. عيد جواز الشهر الجاي ان شاء الله، فكده يبقى لي 8 سنين. وطبعا الحاجات دي جايباها بقالي كتير يعني بصراحه قبل ما اتجوز. فتحسوا ان هي شكلها قديمة كده شوية مش عارفة ايه، فأكيد أنا مش هجدد النيش يعني. احنا كده كده هو ديكور وبنستخدم الحاجات اللي فيه لما نكون عايزين نستخدمها مش أكتر يعني. فأنا بالنسبة لي النيش أنا مش عاملاه بهزر يعني. موضوع الديكور ده مش عاملاه ديكور نهائي، أنا بستخدم الحمد لله كل الحاجات اللي فيه. ولما بكون عايزة أطلع حاجة بطلعها وبقدم فيها وبشرب يعني فيها. بستخدم الحمد لله. استمتعوا يا جماعة بحاجاتكم، وسيبكم بقى من حتة ايه لا احنا استخدمنا دي مش هنستخدمه تاني، لا كفاية مرة، لا نطلعه في العزومات، لا كفاية واحدة بس وبلاش الطقم يخلي التاني. لا والله يا جماعة استمتعوا بكل حاجة عندكم جايبينها وافرحوا بيها بجد يعني. لو انت ما استمتعتيش وفرحتي بحاجتك سواء في بيتك او في مفروشات انت جايباها او في حاجات انت جايباها في المطبخ، هتفرحي امتى بحاجتك يعني. يعني انا برضو بستغرب ان في ناس ممكن يعني تبقى عندها مفروشات تقول لا انا بكتفي مثلا ان انا بفرش ملايه والتانيه واخلي الباقي، او هطلع فوطين 3 استخدمهم واحتفظ بباقي الفوط. عايزه اقول لكم ان انا من اول جوازي كنت بستخدم الفوط كلها. هتقولي لي ما انت استخدمتي، طب انت بتحوشي غسيل مش نظيف؟ لا بغسل، بس هو انا كنت بحب ان انا استخدم حاجتي كلها، ان انا ابقى مبسوطه بحاجتي وابقى فرحانه بحاجتي اللي انا او اهلي جابوها لي وفرحت بيها. وانا برضو الحمد لله ما كنتش جايبه حاجات كبيره او كتيره قوي، لا انا كنت جايبه الحاجات في المعقول. سواء في المفروشات او سواء في الملايات او سواء في الحاجات المطبخ او كده. كنت بصراحه مركزه في الحاجات الاساسيه زي مطبخ، زي اجهزه كهربائيه، زي عفش. الحاجات دي كلها كنت ده اللي كان تركيزي. توضيب الشقه طبعا لان جوزي كان واخد الشقه طوب احمر، فما فيهاش باب شقه حتى. فانا وهو يعني عارفين اللي هو واحده واحده كده يعني عارفين كل حاجه اتبنت كده وكل حاجه اتعملت بحب في البيت، فالحمد لله يا رب دايما كده. فعشان كده ما كنتش مهتميه قوي ان انا اجيب الحاجات كتير قد ما كنت مهتميه ان انا اجيب حاجات تكون كويسه هي تعيش معايا وخلاص. فعشان كده كنت جايبة الحاجة استمتع بيها، مش جايبة عشان اركنها ولا اخليها للزمن يعني. كده كده الحاجة بتتهلك، احنا كبني ادمين بنتهلك، احنا كبني ادمين لنا عمر افتراضي، فهنيجي على الحاجة وهنحزن عليها او نخليها كده او نخللها يعني؟ لا اكيد لا. فاستمتعوا، مناش نعمل زي اهالينا اللي لحد دلوقتي مش موجود عندهم ما شاء الله يعني، ومحتفظين بالحاجة فيه وعلى الله النيش ده خط احمر حد يجي جنبه. فانا بعمل كده مع ابني بصراحه خط احمر، لان هو طفل صغير لسه مش فاهم، فممكن يفتح النيش ويرمي الحاجه اللي فيه. لكن في الاستخدام لا، استمتعوا واستخدموا وطلعوا لاولادكم وافرحوا كده بالحاجه بتاعتكم. المهم كده بفرش النيش معاكم. يا رب يكون الحاجات اللي انا برصها كده معاكم باينه. ولو انتوا عايزين تاخدوا مثلا سكرين شوت للرص او تنسيق او حاجه ممكن تعملي كده يعني. ساعات الواحد بيزهق يعني. انا فضيت حبيت ان انا اغير مثلا من الشكل، احط حاجه رف مكان رف. بس بالنسبه لي الصيني بتاعي بحطه تحت خالص عشان بيبقى تقيل خصوصا الاطباق، فهحطها في الرف اللي هو الخشب اللي تحت. اللي هو الطقم الصيني بتاعي اللي هو بتاع ماركة مش عارفه اسمه محمود سعيد تقريبا حاجه كده. زمان ما كانتش مشهوره بس هو دلوقتي مشهور يا جماعه. ده الراجل فتح محل في قلب مول العرب يعني، فاللي هو اتشهر دلوقتي الماركه ديت. مش عارفه حد بقى عنده الماركه دي ولا لا، بس هي بصراحه يعني كان بالنسبه لي يعني ساعتها لما جبته انا كنت جايبه بصوا انا متجوزه 2016 وعايزه اقول لكم طقم الصيني ده جايباه 2008، فانتوا متخيلين بقى له كام سنه. يا ربنا يحميه ويخليه، بينفعني جدا طبعا لما بيكون عندي عدد كبير. فبس ده كده يا جماعة شكل النيش بتاعي، وده شكل التنسيق بتاعه. فيا رب يا بنات يكون عجبكم كده، وعايزين تاخدوا افكار او تشوفوا يعني الحاجة دي تعملوها. حتى طقم الشاي فوق وجاتوه
والكاسات شكلها يعني لطيف وهاديه، حطيتها في النص. واخر حاجه تحت طبعا حطيت الصيني عشان بيكون تقيل. فبس كده خلصنا بالنيش الحمد لله ونضفناه. قلت بقى انضف الترابيزه عشان خاطر طبعا كل الصيني ده كان محطوط على الترابيزه، وكنت حاطه مفرش وبتاع، فكنت مخليه اخر حاجه انضفها هي الترابيزه دي تلميعه كده تانية، وانضف الرجول بتاعتها وكل حاجه. بعد كده ابتديت بقى ان انا المع الحيطان. حطيت اللي هو البريكس اللي انا بستخدمه معاه كلوريل الالوان عشان يعني ينظف اكتر والحيطان تبقى بتلمع كده. هي مفيهاش بصمات قوي دايما، اكتر او عموما يعني اكتر اماكن بيبقى فيها بصمات مكان مثلا حافة معينة، يعني مثلا حوالين إطار، حوالين تلفزيون، مكان حاجة كده، لأني طبعا من وراها محمية من التراب، والإطار طبعا بيجي عليه التراب. ودايما المكان اللي بيكون فيه بقع دايما أو بصمات اللي هو بيكون عند الزراير أو الفيش بتاعة الكهرباء، الحاجات اللي دايما ايدينا بتتسند عليها هي دايما بيبقى فيها تراب. عشان كده اتكيت بس شوية عند مكان الزراير في اول ريسبشن، لكن بقية الحيطان ما فيهاش اي حاجة يعني مش متبهدلة. فبقى كنت بلمع تلميع سريع يعني عشان لو في تراب في اي حاجة لازقة على الحيطة تتلمع على طول. وكمان عملت الوزر بتاع السيراميك بالفرشة يعني عشان خاطر مش هينفع بالموب. الموب ديت مشكلتها عشان خاطر هي بتتحرك يعني في زوايا مختلفة، فهي حلو الأرض، لكن تيجي بقى تعملي حوافة زي كده تلاقي اتعدلت معاكي، مش متبقاش مساعدة أوي، فلازم مقشة بقى أي فرشة أي حاجة كده يعني سريعة. مهم بقى ابتديت ان انا امسح جزء جزء كده في الارض وارجع طبعا الحاجة عشان اعرف اكمل بقية تنظيف الريسبشن. فكنت بقيت اتاخر الكنب وبقيت احط في اماكن تانية. فطبعا كان حد كتب لي في الكومنتات ليه نغمة ما تحطش الانتريه في الليفينج واطلع الليفينج بره. فهو يا جماعه مش هينفع لسببين. اول سبب ان المقاسات مختلفه تماما. انا الريسبشن عندي العرض بتاعه 3.5، الليفينج عندي اكبر تمام، الطول مختلف خالص، يعني الليفينج عندي اكبر في 4 في 5، فمساحته مختلفة. وكمان حرف يو، الشيب بتاع الكنب حرف اليو. انا بقى عندي الواحدة 2 متر 20، فتخيلوا معاها جزئين 2 متر 20، وهنا في جزء وهنا في جزء كنبة، ما ينفعش تماما يعني. بلس كمان ان انا اللون الانتريه اصلا مش هيليق في الليفينج. انا الليفينج عندي رمادي فاتح في رمادي غامق، فان انا احط كافيه في تركواز في جوه، لا انا كده عامله يعني الشغل ايه يعني. فهو خليه كده في مكانه ومحترم كده ابن ناس لحد ما ان شاء الله نبقى اغير كده الالوان بتاعته ان شاء الله. فعشان كده ما بحبش ابدل ان انا ادخل الكنب جوه واحط الليفينج بره والكلام ده. لا، كل اوضه يا جماعه انا مقسماها بشكلها. يعني انا لما كنت ببني يعني في التنسيق العفش يعني وانا بنرسم الاوضه، كان جوزي عملها لي على ال 3D وكده، يعني مجال شغل، فهو كان بيفهم في الحاجات دي اكتر. فكان راسم لي شكل الاوضه 3D كده، ازاي نحط الكنب، ازاي ننسق الركنه بالمقاسات والحاجات كده، فالحاجه تحس انها مظبوطه مرسومه على المكان مش اكتر. فعشان كده بالليفينج ده بالذات فما بحبش العب فيه، خليه زي ما هو كده. خلينا في الريسبشن دلوقتي والحاجات اللي انا شغاله فيها، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا كده واعمل فيه الحاجات اللي نفسي اعملها. المهم بقى حطيت هنا السجاده ديت، غيرت مكان الكنب، يعني انا كنت حاطه الكنبه في الوش، فقلت اغير شويه حطيتها كده في الجنب التاني عشان اعرض طبعا. والكنبه الصغيره طبعا في مكانها لان على قد الحيطه اللي انتوا شايفينها دي في العمود، والكرسيين في الوش، وفرش السجاده ديت. وحطيت السجاده دي التانية. هنا في سجاده تانية عندي بني بس انا مرضيش احطها بصراحه، كنت حاسه ان انا لا عايزه احط اللي هي اللي فيها التركواز شويه ديت وبس. وهي قدام السفره انا حطاها قدام العمود. عايزه اقول لكم ان العمودين دول اللي انتوا شايفينهم انا بنيهم، فالريسبشن عندي ما فيهوش اي عمود خالص خالص. انا بقى ايه، طبعا زي ما قلت لكم واخدينه طوب احمر، فانا قلت لجوزي قلت بص انا عايزه ايه نطلع بالحيطه دي كده ونبني طوب في الجنب ده وكان في الجنب التاني، عشان خاطر ايه يبقى عندي حيطه غويطه اعمل فيها ايه اللي هو الدهان اللي انتوا شايفينه اللي هو القطيفه دوت.
هو ماركة جوتن، فالخامة قطيفة، فعشان كنت حاباه جدا يعني. حتى انا بنفسي عمال اقول انا لو حتى غيرت الالوان او دهنت الريسبشن مش عارفه ليه هيبقى صعبان عليا ان انا اغير الحيطه دي واغير لونها. حاسه ان هي لا، هي هتفضل لونها كده ايه، انا حابه لدرجه الكافيه ديت والخامه دي. فعشان كده طلعت بالعمودين دول، مع ان انا اجي ساعات لو جيت فكرت دلوقتي اقول انا ليه اخد 10 سنتي من الحيطة واطلعها بره ليه يعني. كان عقلي فين ساعتها عشان اعمل الحيطة؟ طبعا ما كانش الديكورات دلوقتي زي دلوقتي، في سيراميك وفي بديل خشب وفي حاجات مختلفة كده. لا، اللي كان ساعتها اللي طلع قوي قوي ساعة ما اتجوزت هو الحجر اللي انا عاملاه في الليفينج. واللي كان طالع طبعا اللي هي الخامات بقى، اللي هو انك تعملي خامة قطيفة وخامة 3D والحاجات دي، هي اللي كانت طالعة في وقتها يعني، في موضة في الدهانات. بس عشان كده عاملة القطيفة دي في أوضة النوم وعاملاها في الريسبشن. فالمهم هنا فرشت السجاد واستعنت بصاحب البيت يرفع لي الترابيزة عشان افرش السجادة تحتها. طبعا ايوده بقى ايه رايح جاي كده ورايا مصدق لاني فرشت، فقعد بقى بيلعب ويلف حوالين الترابيزه، فطردته بره عشان اعرف اشتغل. وعايزه اقول لكم اقسم بالله انا يوميها اتجننت يعني. كان شويه صوت هيجي لي من اخر الشارع، كل ما ارص مخده يوقعها، كل ما احط حاجه على الترابيزه وانا بصور معاكم الاقيه يقوم راميها من ورايا، اللي هو يعني اعمل فيك ايه يعني. حتى يعني انا بصت له غير هدومه اصلا كمان يعني. انا وقفت وغيرت له هدومه واستحمى وكل ولبس عايشين حياتنا واحنا شغالين معاكم اهو. بصوا مفيش احسن من كده. هنا كمان كان بيزمزق وبيعيط، فرشت الكنب وخدت بريك، شفت متطلباته ورجعت كملت كمان معاكم تاني. فهفرش بقى الكفرات ديت. الطقم ده يا جماعه عندي يعني مش حاجه جديده، بس حبيت ان انا اغير يعني مختلف عن الطقم اللي انا كنت فرشاه. بيبقى عندي كده يعني طقمين 3 ببدل فيهم في كل مره يعني، بغير او بنظف كده تنظيفه حلوه يعني عشان احس بس بالتغيير شويه. بس حبيت بقى انسق كده تنسيقات بسيطه للترابيزات. والزرع ده كنت جايباه من النزهه مع الزرع اللي انا كنت فرشاه في الليفينج. الناس اللي شايفوا التجديدات بتاعه الليفينج فكنت جايباهم من هناك. تمام. بس كده خلصت التنسيقات اللي انتوا شايفينها ورصيت كل حاجه على الترابيزه ورجعت كده كل حاجه مكانها، وبتحس ان كده بقى المكان دافي ومفروش الحمد لله. حبيت كده اوريكم شكل نهائي. كان نفسي بقى شويه السبوتات المحروقين دول يبقوا منورين، كان الدنيا طبعا منوره اكتر. بس كده يعني انا تمام قوي، انا كده زي الفل. المهم ان انا خلصت الريسبشن وفرشته معاكم، ويا رب بناتي يكون كده عجبكم وتحمستوا كده في الفيديو بتاع النهارده. كده طبعا اكون معاكم وصلت لنهاية الفيديو، ويا رب يكون عجبكم وكان كده خفيف على قلبكم. طبعا لو وصلت لحد هنا وعجبكم الفيديو مستنيه دعمكم بكومنتاتكم الحلوة اللي دايما بتكتبوها لي، واشتركوا طبعا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش او اول مرة تشوفوني. وبس اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. هتوحشوني قوي قوي. حبيت اعمل لكم جو رومانسي كده في الاضاءة وبس كده. يا رب يكون عجبكم الفيديو. باي باي، مع السلامة.